النهاردة هعرفك ازاي تخلصي عزومة كاملة في اقل من نص ساعة، وهقولك ترتبي نفسك ازاي وتبدأي منين خطوة بخطوة. ومع شوية تنظيم منك هتلاقي العزومة خلصت من غير مجهود ولا توتر. نبدأ بأول حاجة. نجيب كل كمية البصل اللي هنستخدمها في كل الوصفات كلها ونقشرها مرة واحدة ونخلص منها، بحيث ان المطبخ بتاعك يفضل نظيف ومش متوترة، كل حاجة قدامك طول الوقت. ماشي، خليكم مركزين. خلصت كل كمية البصل وكنت بنقعه في مية، وبعد كده هروح اغسله كويس جدا واركنه بقى على جنب. كده حاجة وخلصت منها. نجيب تاني حاجة بقى الكوسة ونقشرها. بصي اي خضار عندك هاتيه وقشريه واغسليه وسيبيه قدامك على الرخامة كده بتستخدمي منه على طول. تصدقيني اعملي الطريقة دي والعزومة مش هتاخد منك نص ساعة، بجد والله في ثواني هتلاقيكي مخلصاها. انا قسمتها نصين عشان هنعمل بيها وصفة دلوقتي خطيرة، هتبقى حلوة قوي على السفرة وهتعجب الضيوف جدا انا متأكدة. بص انا مش هعمل فيها اي حاجة، انا هقسمها بس بالنص وهسيبها لوقت التحضير هبقى اجهزها. هنجهز كل حاجة مع بعض دلوقتي. خلاص كده خلصت كل الكمية اللي عندي، مش هغسلها برضو غير وقت وانا بجهزها. ماشي، خليكم مركزين. تاني حاجة جبت البطاطس برضو وقشرتها. كنت جايبه جنب شوية مية، وبعد ما اخلص هغسلها كويس جدا واركنها برضو على جنب. ودي حاجة وخلصنا منها كده. المطبخ صدقيني هيفضل فل طول العزومة، محدش هيصدق ان انت كنت بتعملي اكل العزومة. بس كده، كده خلاص خلصنا. نجيب بقى الخضرة برضو ونقطعها. لو مفيش عندك توم متقشر برضو هتستخدميه في الوصفة، جهزيه قدامك برضو بحيث ان كل حاجة تبقى قدامك جاهزة، مش هتحتاجي بعد كده غير ان انت تجهزي الوصفات بس. ودي حاجة مش هتاخد منك ربع ساعة. خلاص خلصتها، وانا كنت غسلاها برضو، فهحطها بقى في الطبق واسيبها لوقت التجهيز على طول. كده خلاص خلصنا كل الخضار. نبتدي بقى على التجهيزات ونشوف هنجهزها ازاي. اول حاجة بقى هبتدي بقى الفراخ هتبلها، عشان انا بحب اسيبها اكتر وقت في التتبيلة. بصي انت ممكن تقسميها من سلسلة الظهر وتسيبيها زي ما هي، لان التتبيلة دي بصي هنعمل تتبيلة مع بعض خطيرة. بصي خفيفة وكأنك بتاكليها في افخم مطعم، طعمها بجد تحفة. بس انا حبيت بقى ان انا اقسمها 4 ارباع وكده، عشان معايا حاجة هتفضل بحالها، فحبيت ان انا ايه يبقى كده وكده، فاهمين؟ قسمتها بقى 4 ارباع، وهاخدها بقى اغسلها بقى كويس جدا واعملها بمحلول النقع. انا كنت عملته معاكا قبل كده. بس كده خلاص. يلا بقى نشوف جهزنا التتبيله ازاي. جبت ربع كوبايه من الخل على ربع كوبايه من الزيت. آم، وعصرت ليمونه والتوابل، بهارات فراخ وكاري وروزماري وسبع بهارات وفلفل اسود وفصين من الثوم. شايفين التتبيله سهله وخطيره ازاي؟ بجد وهم طعمها. عارفين انتوا لازم تجربوها وتشوفوا بنفسكم. بصوا بقى نفتح الفرخه كده، نديها شرايح عشان التتبيله ايه تدخل بين اللحم. والتاني برضو نعمله كده. وكده خلاص. بصوا حاولوا ان انتوا تفتحوا كده في العظم عشان ايه تاخدش سوا معاكم. تاني حاجة بقى هفتح دي بالنص كده زي الكتاب، وادخل بينها التتبيلة عشان تبقى اللحم كله شارب بين التتبيلة، وبعدين هقفلها تاني. شايفين؟ بصوا كده. وهسيبها شوية وبعدين ايه اقفلها تاني. لحمة الصدر كانت كلها متشربة من التتبيلة، حرفيا كانت خطيرة. لو جربتيها والله الكل هيسألك عاملاها ازاي. تتبيلة سهلة وخفيفة وفي نفس الوقت طعمها مميز جدا. بس كده لسه هنعمل لها بقى خضار. شايفين؟ قفلتها تاني. لسه بقى هنعمل لها خضار نفرشه تحتها بيعمل صوص خطير. هنجيب بصلتين وممكن تكتري لان زي ما قلتلكوا بيبقى طعمها حلو.
لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي بتتابعوني منين. اوعي تكوني وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك وكتبت لي كومنت برايك، وتشترك في القناه اللي لسه مش مشتركه، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. قطعت خلاص البصل. هقطع بقى واحده من الطماطم، وممكن تضيفي عليها معلقه من الصلصه. ونجيب برضو قرن واحد من الفلفل. سامعين الدوشه جنبي؟ معلش، استحملوني بقى. خلاص هنحطهم بقى في بوله وننزل عليهم بالتوابل. التوابل معايا 7 بهارات، لا ونزلت بشويه من الخضره. شايفين بقى الحاجه جاهزه معايا ازاي؟ شويه من السبع بهارات، وشويه من بهارات الفراخ، وفلفل اسود وملح، معلقه صغيره كده. خدوا بالكم ان احنا متبلين الفراخ، فدي تتبيله البصل بس، فما تكتروش ملح يعني، هما شويه صغيرين كده، معلقه كده صغنونه خالص. ونفرش بقى فوقها شويه. زي ما انتوا عارفين ان احنا لسه الساعه 8، فمش هولع عليها دلوقتي، انا هسيبها. مش هولع عليها غير حوالي الساعه 1 كده. سيبها في التتبيله 3-4 ساعات كده، تتظبط في التتبيله وتشرب منها. بعد كده جبت بصلايه بقى ونجهز تاني نوع معايا. انا هعمل بطايه، بس انا هعملها بطريقتين. هسلقها لان هحتاج الشوربه دلوقتي. هعمل لها مرتة دمياطي وهسلقها. وبعد كده بعد ما تطلع هجهز لها تتبيله برضو زي الفراخ كده، بس بطريقه مختلفه. بصوا، بنقلها في حته تانية وندخلها بقى الفرن. بتبقى سوا الا ربع كده بسويها سوا الا ربع، وبعدين بتكمل الربع سوا في التتبيله. ركزي معايا وهتطلعي عزومه خطيره. نفضل بقى نفرك فيه كويس جدا. بحس ان طول ما بفرك فيه كده بتدي طعم للبصل، بيبقى خطير. دي تركات بسيطة بس بتفرق في الاكل. بس كده بقى خلاص هنكتفها وهنسيب المية تغلي لحد ما نجهز النوع التاني. بصوا، ده الوصفة اللي انا قلتلكوا عليها، هنجيبها بقى ونقورها. شايفين بعملها بالقورة كده، بتدي شكل تطليع، ده شكل بس يعني مش بتفرق في اي حاجة. ننقعها بقى في المية. انا هعمل معاكم كام واحدة وبعدين هاخدهم واقعد على الارض بقى اعملهم براحتي. واللي بيطلع من قلبها ده مش هنرميه، احنا هنحطه تحتها كده وهي بتستوي. بس كده خلاص، كده خلصتهم. ننزل عليهم بقى في المية، ونرجع بقى للبطاية اللي المية غلت بقى، ننزل في المية. نزلت بالبطاية وننزل بقى عليها بالتوابل. شوية من الفلفل الاسود، وشوية من السبع بهارات، وشوية من الملح. دي تتبيلة الشوربة. احنا متبلين البطة بالملح والتوابل بتاعتها، بس دي تتبيلة الشوربة. نعمل بقى البطاطس. جبت شوية كده، يعني مثلا حوالي 10 فصوص كده من الثوم. انا بحب اعملها بالثوم جدا، بتدي طعم خطير. هنفضل نقلب فيه لحد ما الثوم يصفر. ونضرب حوالي كيلو كده من الطماطم، او اقل شوية على حسب الكمية اللي انت عاملاها برضه. وبعد كده ننزل عليها بالبهارات، بهارات بطاطس وسبع بهارات وفلفل اسود وملح. وبعد كده شايفين بقى الحياة سهلة ازاي، يعني ما شاء الله سهل جدا. كل حاجة جاهزة قدامك، وقت التجهيز بتلاقي كل حاجة، بدل ما تفضلي بقى تقشري في كل حاجة لا، وتلاقي المطبخ حواليكي متبهدل وكده، انما كده كل حاجة منظمة حواليكي، ومفيش اي بهدلة ولا في اي حاجة.
احنا عملنا كل البهدله في الاول. هنقطعها بقى ايه، شرايح سميكه، يعني مش رفيعه لا، عشان تستحمل ان هي تستوي وتتشرب من الطماطم وكده. قبل ما انزل بالبطاطس نزلت بحوالي 3 معالق كده من الخضره، وبعد كده غسلت البطاطس كويس ونزلت بيها يعني. بعد كده هغطيها وكده خلاص، سيبها بقى تستوي براحتها. ونروح للصنف التاني. البطة كده خلاص بقت سوا الا ربع. جبت معلقتين كبار من الزيت ومعلقتين كبار من الخل. وفاكرين الصلصة اللي احنا عملناها دلوقتي للبطاطس، اخدت منها ربع كوباية. ونفتح بقى البطاية كده. ده شغل بقى مطاعم عشان تطلع كأنك ما جايباها من مطعم بالظبط. تديها بس الشرايح كده، بتدي في اخر الشوي شكل حلو، وتشرب برضو من التتبيله. شايفين؟ برضو مش هحمرها دلوقتي لان الضيوف هيجوا متاخر، فانا حبيت ان الاكل يبقى سخن وقت التجهيز. ماشي ماشي. بس كده خلاص. انا تقريبا هعصج اللحمه. نزلت بحوالي 4 بصلات كده كبار 4 بصلات كبار ومقطعهم مكعبات. واول ما يبتدوا يتبلوا هنزل عليهم باللحمه. ده نص كيلو هنعمل منه وصفتين. يعني ربع كيلو هتعملي صينيه موفره ومشرفه بجد، اكتر حاجه هتعجبهم يعني على السفره. ونزلت بواحدة من البطاطس ايه الطماطم المبشوره، ونقلبهم كويس. والتوابل هي 7 بهارات وفلفل اسود وملح، بس انا مش بحب اضيف توابل كتير على اللحمه عشان اللحمه تفضل محتفظه كده بطعمها. نغطيها بقى ونسيبها تستوي براحتها. بعد كده خلاص نفرش بقى شفتوا اللي احنا ورناه من الكوسه هنفرشها. وبعدين اللحمه اللي احنا عصجناها كانت خلاص استوت. نحشيها بقى باللحمه المفرومه، وبعدين هنعمل لها صوص هنحطه عليها. بتبقى الطبق ده بيبقى عسل قوي وخفيف على السفره. وانت برضو بتبقى عارفه ضيوفك بيحبوا ايه وبتعملوه لهم وكده. بس انا متاكده يعني ان الضيوف اللي جايين بيحبوا الحاجات اللي انا بعملها، فانا بعمل الحاجات اللي هما بيحبوها. كده خلاص. خلصت الكميه ورصيتها كده. هنجهز بقى الصوص اللي احنا هنسويه بيها. نرشه كده من الشبت بتديها طعم حلو. بشرت 3 طماطمات. وفاكرين الشوربه اللي احنا عملنا بقى البطايه. حط جبت ربع كوبايه، لا مش ربع كوبايه، جبت كوبايه. وعلى التلات بشراهم مش خلطاهم، بشراهم بالمبشرة الطماطم. وبس كده. نزلت عليها ودخلتها بقى الفرن تستوي براحتها. هنعمل بقى صينية جلاش. فرشت دي زبدة على زيت. فرشت بيها الصينية. بصي انزلي بكمية كويسة في الأول، وبعد كده بجيب كل طبقتين ورقتين، مش ورقة بورقة، لا ورقتين. وننزل بيهم وننزل عليهم برش كده من السمنة. ونظبط كده ورشة من السمنة لحد لما توصلي لنص ورقة الجلاش. تقومي نازلة بقى باللحمة المفرومة. وبعد كده برضو هقولكوا دلوقتي. وبعد كده نزلت باللحمة، بس اللقطة دي ما استوردتش. فردتها بقى كويس وننزل عليها بطبقات الجلاش زي ما اتفقنا، طبقتين طبقتين، وبينهم رشة سمنة. اي مادة دهنية انت بتفضليها يعني. ممكن تعملي بزيت عادي، مش هيقول لا يعني. بس كده، دي خلاص اخر طبقة هنتنيها لجوه عشان الشكل النهائي يطلع حلو.
بس كده. نديها بقى رشة سمنة برضو حلوة من الوش عشان الوش يطلع متحمر ولونه جولد كده. وبعد كده هنقطعها. اخر شوية بقى ننزل بيهم، احنا لسه هنسيبهم ليه. بعد كده بقى نقطعها زي ما بتحبي، قطع قطع كبيرة قطع صغيرة زي ما انت بتفضلي بقى. ما تسرحوش، صلوا على النبي. بس كده. هندخلها الفرن تاخد تشميعة تتشمع بس. عارفين اللي هو مثلا تفضل في الفرن 3 دقايق. بس كده نجهز لها بقى اللي هننزل بالتسقية اللي احنا هننزل عليها ببيضة. نزلت عليها بشوية من الفلفل الاسود، وبعد كده نص كوباية من اللبن، وربع كوباية من الشوربة اللي احنا عملناها برضه. شايفين كده خلاص اخدت بس دقيقتين بس في الفرن. ننزل عليها بالتشريبة دي. التشريبة دي بجد بتنقلها في حتة تانية. قطعتها بقى كده بس عشان تاخد من التشريبة. وبس كده. كده خلاص اخر مرحلة معايا هعمل الرز بشعرية. كده ابقى خلاص خلصت. هي عزومة كانت اكل كانت اكل من بتاع زمان يعني، مش حاجات اللي هي دي يعني. بس والله بجد كانت عزومة خفيفة وحلوة قوي. كده خلاص اول ما الشعرية تصفر معايا بنزل بالمية، مش بنزل بالرز، وهسيبه لحد لما اغسل الرز وارجع تاني. ننزل بقى بشوية من الملح. الملح بقى، ونقلبه ونغطيه. وكده خلاص انا كنت بحمر في البط والحاجة. شايفين البطة ما طلعت خطيرة. ودي الفراخ، ودي صينية الجلاش، ودي الكوسة. نجهزهم بقى في الاطباق. نفرش شوية من الشبت. شايفين الحاجة لسه فاضلة معايا لحد الاخر ازاي. دي البطاية. ونجيب طبق تاني برضو نفرش فيه شبت. هي مش شبت بس، هو شوية حاجات كده مع بعض، كزبرة وشبت وكده يعني، وبقدونس. وبعد كده ننزل بقى بالفراخ. زينها بقى بالشكل اللي تحبيه. رشة من الوش كده بشوية شبت. وبس كده. خطير. نجيب بقى نرص الكوسة، نرصها دايرة كده. والنص ده شايفين الكوسة اللي احنا كنا عاملينها بنفرشها كده. ونحط بقى الباقي في النص كده كواحدة كزينة بس. شايفين الطبق خطير. وبربع كيلو لحمة بس. شايفين تحفة. عسول. نجيب بقى الجلاش ونقطعه برضو في اطباق التقديم. عادي بس على تقطيعه، لان التشريبة اللي انت عملتها لازم هيقفل يعني. ونطلعه بقى نرصه. شايفين لونه من تحت خطير ازاي. رصيه كأنك عاملاه في صينية صغيرة كده، فاهمين يعني. في الاخر طلع معايا اطلعي في الاخر طلع معايا كأنك عاملاها مسوية في الصينية دي يعني. هتشوفوا ازاي في الاخر. بس كده. شايفين كأنك مسوية فيها.
بس كده ننضف بقى حوالينا. ودي تاني طبق. نجيب بقى البطاطس والرز اللي احنا جهزناه، نرتب بقى عشان التصوير. اللقطة دي صورت اصلا من غير ما اعرف. ننزل بقى بصينية البطاطس الخطيرة، رشة بقى عليها من الشبت والخضرة اللي احنا عاملينها. والله الاكل يفتح النفس، حلوة قوي. بس كده، ودي كان روتيني في العزومة، ويا رب يكون عجبكم. اشوفكم في وصفة جديدة، مع السلامة.